إحساس إن في حاجة بتمشي على جسمك وإنت مش قادر تتحرك ولا حتى تفتح بقك، دي كانت أسوأ ليلة في حياتي، واللي خلتني أندم على أتفه ضحكة ضحكتها. الحكاية ابتدت أما صاحبتي قالت لي محتاجاكي معايا في مشوار، وفعلا رحنا مع بعض. بس الست هناك استقبلتنا بطريقة وقحة قوي وخشنة جدا حسب رأيي طبعا، لكن صاحبتي كانت شايفة ان ده طبيعي وعادي، لحد ما سمعتهم بيتكلموا في كلام غريب. وهنا ما قدرتش اسكت. كانت بتقولها على كل الحاجات اللي هتعملها عشان تربط الراجل اللي كان خاطبها بعد ما سابها، لكن انا مش مقتنعة بالكلام ده اصلا، وغير اني شايفاه كفر، وكل اللي قالته خلاني قاعدة مخنوقة وعايزة امشي من هنا باسرع وقت. بس في وسط الكلام وهما بيتكلموا بصت لها وطلعت مني ضحكة خفيفة باستهتار، فانقلبت الليلة على بعضها. والست اللي في المكان زعلت وبصت لي بغضب، وبدأت تتكلم معايا بطريقة وحشة. بدأت تهدد، هو احنا متخانقناش، لكن هددتني وقالت لي ان عندها طرق احسن لعقابي من الضرب والخناقات طبعا. وفي الاخر طردتني انا وصاحبتي وخلتنا ندفع تمن الخدمة اللي ما عملتهاش اصلا. لا، وكمان صاحبتي هي اللي زعلت مني، لكن انا قلت لها ان كل اللي قالته كان كفر ودجل وشعوذة، وانها مشتركة معاها في كده، وكان لازم تقولي قبل ما تاخدني معاها المكان ده. وسبتها واقفة ومشيت. عدى اليوم ورجعت البيت، كل حاجة كانت عادية لغاية ما الليل جه ونمت. كانت ليلة غريبة، حسيت فيها بتقل جامد وصداع وعايزة انام بدري، وهو ده اللي حصل. نمت بسرعة حوالي الساعة 9. كنت نايمة نوم عميق، وفجأة من غير أي إنذار حسيت بحاجة بتطلع عليا. حسيت بحاجة في الأول كانت تقيلة، فتحت عيني بسرعة من الخوف عشان أشوف إيه. فضلت في صمت غريب والمكان كله ضلمة جامد في اللحظة دي، وعشان كده ما قدرتش أشوف أي حاجة من الضلمة لغاية ما الصمت انتهى. وبعد كده بدأت أسمع صوت غريب جدا، كان شبه صوت حركات بطيئة لكائن مش قادرة أشوفه. وبعدها حسيت بتقل طلع عليا. التقل بدأ يتركز على صدري وانتشر في كل جسمي، حتى دماغي كانت تقيلة، فما قدرتش أحرك أي حاجة في جسمي، وعينيا فضلوا مفتوحين بس بصة في السقف. عدت دقايق وحاجة بدأت تتحرك على ايدي، حاجة لازقة وبتلزق. كان احساس مقرف، ولما انتبهت الاحساس نفسه كان انتشر على رجلي، وبعدين على رقبتي، وفي الاخر على ايدي التانية. ووصلت لمرحلة حسيت بيها في كل جسمي. وقتها عرفت ايه اللي كان بيزحف على جسمي. كانت كمية كبيرة من الدود بتزحف من مكان في اوضتي ناحية جسمي اللي كان شبه مبلول. عايز اصرخ من الخوف والقرف، لكن حسيت بايد بتقفل بقي بقوة. ما قدرتش اشوفها، لكن حسيت بيها. في الاخر ما قدرتش اطلع صوت، بس عيني بدأت تشوف احسن في الضلمة، ولاحظت انهم حواليا. كانت الاف من الحشرات الطايرة بتيجي ناحيتي ببطء، لكن انا جسمي ثابت. القرف اللي حسيت بيه خلاني اتقيأ، واللي ما قدرتش احس بيه عشان لسه كنت داخله في حاله شلل نوم. عمري ما حسيت بالاحساس ده قبل كده. قلت لنفسي ان ده كابوس وانه مش حقيقي، لكن لو حقيقي يبقى شلل نوم، واللي عمره ما جالي، لكن اعرف ناس جالهم وكانوا بيحكولي. حاولت اتحرك لكن ما قدرتش، ولا حتى صباع واحد. ومع مرور الدقايق جسمي بقى كله حشرات ودود. كانت الدودة كبيرة وليها ريحة وحشة، وأوضتي كانت كلها ريحتها وحشة شبه ريحة المقابر. 5 دقايق تقريبا عدوا عليا وانا بعاني في العذاب ده، لغاية ما الدود غطى صدري ورجلي وايديا وبطني كلهم. دموعي نزلت بسرعة، حسيت بالقذارة والعجز، لغاية ما فجأة الايد اللي كنت بحس بيها على بقي عشان تمنعني من اني اصرخ اتشالت، وبقي اتفتح بعنف شديد قوي. اقدر دلوقتي اطلع صوت،
بقى بقي مفتوح على الاخر، لكن ما اقدرش اصرخ ولا اقول كلمة. في اللحظة دي جاني خوف اكبر لما شفت جيش كامل من الدود المقرف بدأ يتحرك ناحية وشي. شوية بشوية وصلوا على دقني. مش هنكر ان الاحساس بعشرات الدود وهي بتزحف على بقي كان اكتر تجربة مقززة ومرعبة وصادمة في حياتي كلها. احساس بأول دودة دخلت بقي ده خلاني في حالة يأس مميت. شوية بشوية حسيت بيها بتدخل زوري. في الأول كانت واحدة، بعدين 5، بعدين 10، بعدين 100، كلهم ورا بعض. كنت بحس ان الحشرات بتسحب في زوري بقوة. كنت بتخنق. حسيت نفس الكائن بيقرب مني تاني، وسمعته بيقول في وداني بهمس: ده عقابك يا عاهرة، 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 ده عقابك يا عاهرة. ولما سمعت الصوت ده حسيت بجسمي بيفك واحدة واحدة لغاية ما قدرت اتخلص اخيرا، وبدأت اصرخ. صرخت بجنون وجسمي قدر يتحرك. نطيت من على السرير وبدأت انفض اللي عليا، لكن ما حسيتش ان في اي حاجة. شغلت النور ولقيت مفيش حاجة عليا فعلا، لكن جسمي كله كان مبلول. ما قدرتش امسك نفسي وبدأت اعيط. الحاجات دي ما حصلتليش قبل كده في حياتي. حتى لما بدأت افكر في اللي حصل افتكرت كلام الدجالة اللي قالتهولي بعد ما شتمتها وقلت عنها كفرة. الست دي عملت لي كده عشان تخليني اندم اني استهترت بيها وشتمتها. بعدها دخلت على الحمام وغسلت بجسمي لمدة 2 ساعة متواصلين عشان الاحساس ده يروح. كانت الليلة دي اكتر ليلة صعبة ومرعبة في حياتي، ودي قصة حقيقية انا مريت بيها. فهل تصدق ام لا تصدق؟